انا كل ما افتكر اتجوزنا ازاي انا وجوزي اموت من الضحك. ساعتها كنت بنظف الشقة انا وماما، وقالت لي اطلعي نظفي الشبابيك من التراب اللي عليهم. ففتحت شباك الأوضة وكنت واقفة على السرير عشان انفضه، وكان بالصدفة واحد معدي من تحت البلكونة بتاعتنا، وفجأة كده لقيته بيقول اوعي تنطي يا مجنونة، حرام عليكي نفسك، طب ادخلي وهنعمل لك اللي انت عايزاه. كل ده وانا واقفة اصلا مش فاهمة ايه اللي بيحصل ولا واخدة بالي انه بيكلمني انا. الاول ما ينفعش اسم حبيبك سيدنا محمد يعدي ومفيش اعجاب ولا بتحط قلب في التعليقات. وفجأة لقيت الشارع كله اتلم تحت البلكونة، وانا بقيت اطلع بدماغي ابص معاهم فوق يمكن في حد هيرمي نفسه بجد ولا حاجة. بعدين افتكرت ان انا اللي واقفة اصلا، وعقبال ما استوعبت لقيت ماما داخلة بتجري عليا وبتقول لي هو مين العبيط اللي واقف على الباب بره ده؟ في واحد بره بيقول لي ان بنتك هترمي نفسها. وبعدين هترمي نفسك ليه يا حبيبتي؟ امال مين اللي هينظف معايا الشقة ان شاء الله؟ وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان العبيط اللي كان واقف بره ده يبقى هو جوزي دلوقتي. وكل ما نفتكر يقول لي ياه لو الواحد بيمشي ويخليه في حاله.